السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية صديق الزوج في المنام. وحابة أذكركم إن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم ما تنسوا تحطوا لايك وتنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات. رؤية صديق الزوج في المنام من الرؤى اللي بتدل على معاني كتير ومختلفة على حسب حالة الرؤية وعلى حسب ما شافت يعني الزوج أو صديق الزوج في المنام. النقاط الأساسية أو الأمور بصفة عامة، رؤية صديق الزوج في المنام بتدل على حال الزوج، ولو كان خير بيدل على خير، ولو كان شر بيدل على شر. كمان بيدل الحلم بأصدقاء الزوج في المنام على حاجة الزوج للمساعدة والمعاونة من الغير. كمان بيدل على اعتماد الزوج على صديقه بالإرشاد والنصح. وكمان بتدل على رؤية الزواج في يعني رؤية الزواج من صديق الزوج في المنام بتدل على نيل المساعدة أو المنفعة منه، والله تعالى أعلى وأعلم. بعض الأحيان بتدل رؤية صديق الزوج في المنام على تقصير الزوج مع أهله وانشغاله عن العائلة وعدم قدرته على تحمل المسؤولية. وإذا كان صديق الزوج في الحلم يفعل فعلا مزعجا أو بيعمل سلوك سيء أو منكر، فده بيدل على دخول الزوج في أمر فاسد، والله تعالى أعلى وأعلم. أما لو شفت صديق الزوج أما لو شافت الزوجة إنها بتتجوز من صديق جوزها في المنام، فده بيدل على الاستعانة به في أوقات الأزمات. كمان بيدل على تحمل الصديق لمسؤولية الأسرة في غياب صديقه، وكمان أو في غياب الزوج. وكمان بيدل على منفعة هينالها الزوج من صديقه، ورزق ومال، ويعني رزق ومال أو منفعة معنوية. كمان بتدل رؤية الزواج من صديق الزوج في المنام على دخول الزوج وصديقه بشراكة أو مشروع أو غيره، المهم إنها تكون حاجة مشتركة ما بينهم. وفي بعض الأحيان بيدل الحلم على نقص في هيبة الزوج وقوته، والله تعالى أعلى وأعلم. أما رؤية الزوجة الجماع مع صديق زوجها، فده بيدل على إن صديق الزوج بيتحمل مسؤولية صاحبة الحلم في غياب زوجها. وكمان بيدل على المنفعة المتبادلة بين الزوج وصديقته، لأن الجماع في الحلم منفعة حسب ما قال الإمام ابن سيرين أو ورد في تفسيرات الإمام ابن سيرين. ورؤية مجمعة صديق الزوج في المنام بتدل على كشف الأسرار، كشف أسرار اللي ما بين الزوج والزوجة قدامه، وكان يعني الأسرار اللي ما ينفعش إن هو يعرفها. كمان بيدل أيضا الجماع أو النكاح في مع صديق الزوج على الاستعانة بصديق الزوج في حل المشاكل الزوجية ما بين الزوج والزوجة. وكمان في بعض الأحيان بتدل رؤية النكاح مع صديق الزوج في المنام على التودد والتقرب منه في عمل أو شراكة. وإذا كان مع الحلم شهوة، فده ما بيدلش على خير، وبيكون حديث نفسه وملوش معنى خلاص. كمان رؤية الشجار مع صديق الزوج في المنام بتدل على كثرة الخلافات والمشاكل الزوجية، وبيدل على سوء العلاقة بين الزوج والصديق والشجار بينهم. كمان بيدل على انشغال الزوج عن البيت وأسرته وتقصيره تجاه زوجته. أما لو شفت صديق الزوج بيضرب الزوجة، فده بيدل على التعرض للضرب من صديق الزوجة على سماع الرشد والنصح منه. كمان بيدل على الحصول على مساعدة منه. ولو صديق الزوج بيضربك أمام زوجك في المنام، فده بيدل على تأثيره على الزوج وقربه منه. أما لو شفت صديق زوجك بيتحرش
فيكي في المنام، فده بيدل على التعرض للأذى منه، وكمان بيدل على الكيد والمكائد للزوج والمكر بيه، وكمان بيدل على تحرش رؤية، يعني التحرش بصديق الزوج في المنام بيدل على فساد النوايا وسوء سريرة أو سوء نية يعني صديق الزوج، وبتدل أيضا على محاولته على الاعتداء على أمواله وبيته ومصدر رزقه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما طرد صديق الزوج من البيت فده بيدل على انقطاع العلاقة بينه وبين يعني العلاقة بينها وبين الزوج، وبيدل أيضا على المشاحنات والأمور السيئة ما بينها وما بين زوجها.